يا صباح الفل وصباح الورد وصباح الياسمين، ايه ازيكم حبايب قلب؟ اخباركم ايه؟ وحشتوني كتير. النهارده رجعنا لكم فيديو جديد في مطبخكم، مطبخ دودو جلال. معاكم طبعا دعاء، واتمنى الفيديو يعجبكم. ما تنسوش يا بنات تحطوا اللايك وكومنت جميل عشان يوصل، واللي لسه ما اتفرج على قناتي اتمنى انها تشترك وتفعل لي زر الجرس عشان يوصلها كل اشعار جديد باذن الرحمن. ايه ده؟ هنعمل ايه يا دودو؟ احنا عاملين حواوشي، بس حواوشي جبار. وهنا حبيت اوريكم يا بنات مطبخي بالنيولوك الجديد الجامد ده. عملت كده شويه نيولوك حلوين، اتمنى بجد ان يعجبكم، وتكتبوا لي في الكومنت ان هو حلو كده وجديد زي ما هو عجبني، فرحوا قلبي. وزي ما انتم شايفين ما شاء الله شكله جميل جدا. وهو بسمله كان حابب يقدم لكم هو الفيديو ده، وكان حابب يشتغل هو في الفيديو، بس مش عارفه ايه اللي خلاه رجع في كلامه تاني. يعني على فكره هو بيعمل طبخ جميل جدا والله، ونفسه حلو. بس انا رجعت لكم بقول لكم ما تنسوش اللايك، ويلا بينا نعمل احلى شويه حواوشي، والطريقه جامده جدا 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 باذن الله. هنا انا جايبه عيش طازه جميل جدا، زي ما انتم شايفين لسه جايبينه من الفرن وسخن، ولازم يكون الرغيف بتاع الحوشي قابب كده عشان تعرفي ايه تحشيه من جوه. زي ما انتم شايفين يا حبايبي، انا جبت معايا هنا عباره عن نص كيلو لحمه، وده ربع كيلو دهن كان عندي في الفريزر بشرته، فهو تلاقيه هايش وكتير كده، بس هو ربع كيلو او اقل كمان، بس كمان بشراه فهو هايش يعني. انا ببشره وهو لسه متلج. افضل ما تحطيه في الكب يعني، ده عشان لو مفيش كبه. وهنا انا بشر معايا حوالي برضه على نص كيلو بصل وفلفل حراق. وهنجيب بقى ونعجن الخلطه الجميله دي مع بعض كده. اول حاجه هننزل باللحمه بتاعتنا، ما شاء الله تبارك الرحمن فكت وجميله. والدهن بتاعنا، الدهن طبعا الحواوشي اصله دهن، يعني دايما حتى اللي بنشتريه من بره بنلاقي فيه دهن كتير كده وسايح ونايح وبقى جميل كده وبقى تحفه والله. بس طبعا الشغل البيتي لا يعلى عليه. ومن هنا نزلنا بالبصله بتاعتنا بميتها بكله، عشان ميه البصل مع الدهن مع اللحمه مع الفلفل ياخدوا يدي مع بعض كده، وكله ياخدوا يدي بشكل ودي. ونزلنا بقى نبهر الخلطه بتاعتنا دي، حطينا الملح، وهنا الفلفل الاسود بتاعنا زي ما انتوا شايفين. ودي خلطة حواوشي، انا بحب اشتريها من عند العطار، بجيب منه خلطة الحواوشي، بحب احطها بتبقى جميلة جدا. ونعجن بقى الحوارات دي كلها كده، وناخد وندي مع بعض كده، شايفين؟ يا سيدي يا سيدي على الدلع. والله العظيم جميل جدا، والله الريحة كانت تحفة يا بنات. يعني انا ما بعمل حواوشي في البيت تبقى الريحة واصلة لاخر الشارع. انا بفكر افتح مطعم في البيت، مطعم حواوشي. مطعم دودو للاكلات السريعة. اللهم امين يا رب، ادعولي. واحد نفسه يعمل كل حاجة، بس المكان اللي الواحد قاعد فيه ما يشجعش. الأرياف برضو لها حكمها زي ما انتوا شايفين ما شاء الله. بس ممكن تكون الإضاءة مش موضحة لكم كويس، لأن اللون البامبا اللي أنا عاملاه ده، يعني أنا حبيت أعمل لون جديد كده في المطبخ، فحاسة مغير كل الإضاءة اللي على الترابيزة. فاكتبوا لي في الكومنتات كده لو الإضاءة حلوة مفيش مشكلة يعني، وعادي كان بها، ما كانش نبقى نطفي الإضاءة وأنا شغالة، مش هبقى أسيبها شغالة، لأن أنا حاسة إن هي مغيرة الإضاءة شوية. شايفين هنا العيش بتاعي ما شاء الله تبارك الرحمن بيتفتح وجميل جدا. احنا بننقيه، بنقول له احنا عايزين عيش لحواوشي، وبننقيه بالرغيف كده وبيطلع جميل معانا، عشان مش يبقى فيه عيش معاكي بايظ ولا حاجه ما تعرفيش تستخدميه. وبجيبه طازه وبيبقى جميل. بفتح بقى العيش بتاعي كده. طبعا انا سايبه خلطه الحواوشي عشان تاكل وتدي مع بعض كده، واللحم يتطعم من البصل والبهارات والفلفل والدهن وكل الحاجات دي كله، ايه يبقى 10/10. زي ما انتوا شايفين كده حبايبي، بفتح الرغيف بتاعي، بفتح نصه كده او حته اعرف ان انا اشتغل منها. ونحشي بقى الايه، كل الخليط ده في العيش بتاعي. وصدقيني والله بيطلع معاكي شويه حواوشي بيتي احلى بكتير من اللي بنشتريه من بره. هنا بنحشي واحده واحده كده مع نفسينا. طبعا حوشي بيتي بيبقى احلى من اللي بره كتير، لان انا جبته مره من بره لقيته بيحطوا فيه حاجات، والله يعني لا اقول لك 10% لحمه اقل، مش فيه لحمه يعتبر خالص. هو في دهن وفي بصل وفيها اي نعم بهارات 10/10 والله. ولقيت فيه فول صويا، ولقيت فيه برغل. يعني استغربت، هو كل فيها في نكهة عالية لكن الطعم مفيش طعم، نكهة بهارات بس مفيش لحمة خالص. لكن طبعا البيت انت بتبقى عاملاه حاجة نظيفة وعارفة كويس، وعلى فكرة مش مكلف. يعني ما شاء الله تبارك الرحمن، جيتي حسبتيها الرغيف الحواوشي بيتباع ب10 جنيه بره، دي اقل حاجة.
لا انت هتعمليه في بيتك اوفر بكتير بكتير، وهتاكلي انت وولادك وبيتك، وهتحسي انك مبسوطه والطعم احلى، وطبعا ضامنه النظافه وضامنه كل حاجه وموفره. فالتوفير يعني احنا عايزين نوفر برضو في الزمن اللي احنا فيه ده، بحيث نقدر نعمل لعيالنا وفي بيتنا كل حاجه. هنا انا حشيته ما شاء الله تبارك الرحمن، كان محشي حشو كويس جدا وكان حلو. وارصه بقى في الصينيه بتاعتي. انا طبعا دهنه الصينيه زيت من تحت، وهدهن ايه كل رغيف زيت كده زي ما انتوا شايفين يا حلوين. طبعا حبايب قلبي اللي وصلت معايا لعند هنا، اتمنى تحط اللايك. حطوا اللايك يا بنات، ما تنسوش اللايك يا بنات. اللايك اهم حاجه عشان ربنا يصلح حالنا والفيديو يترفع باذن الرحمن، وعيلتي دايما تكبر بيكم اللهم امين يا رب. واللي لسه اول مره تتفرج على قناتي اتمنى انها تشترك لي وتفعل لي زر الجرس عشان يوصلها كل اشعار جديد باذن الله. فرشه واتقطعت، اول مره يحصل لها كده بس بتتركب. يلا معلش هنشتري فرشه جديده ان شاء الله. هنعمل جمعيه، نعمل جمعيه عشان نشتري فرشه للزي. ما تنسوش اللايك. يلا نروح نحط بقى العيش الجميل بتاعنا ده في الفرن. هنا بعد ما طلع من الفرن ما شاء الله جميل جدا جدا جدا، والريحه كانت قلبة الدنيا كلها. وحماتي كانت تجري تقول يا سيدي يا سيدي على الجمال، انتي عامله ايه؟ طبعا كل الجيران والله بيطلعوا على الريحه. ما شاء الله تبارك الرحمن. انا قلت لكم انا هفتح مطعم قريب ان شاء الله، ادعوا لي. يلا يا بنات اشوف وشكم على خير، باي باي.